وعلى وجه الإجمال نقول: مر سليمان عليه السلام وهو في جنوده على وادي النمل فأبصرتهما، أي سليمان والجنود أبصرتهما نملة، فخافت على قومها من النمل أن يدهمهم سليمان، لكنها في نفس الوقت كانت تعلم أن سليمان لن يفعل ذلك عمدا، فقالت تنادي في قومها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هذا حرص على بني قومها. وذكرا للبراءة بسليمان قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وهذا من أعظم القرائن على كمال النصح. فمن أراد أن ينصح لا يلمز ولا يهمز ولا يشرق ولا يغرب ميمنة ولا ميسرة، إنما يبين الحق دون أن يخوض في أعراض الناس. فالأئمة الأربعة مثلا تركوا تراثا فقهيا عظيما للأمة، وكلهم كان أهلا للاجتهاد، وأجمعت الأمة على فضلهم الأربعة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وعلى أتباعهم من العلماء من غير استثناء. هؤلاء الفضلاء إذا تبنيت رأي واحد منهم ومن الله عليك فجلست على كرسي أو ارتقيت منبرا أو حدثت عن قول، لا تهمز وتلمز في أقوال الآخرين، ولا تظنن أن هناك نصا صريحا في أن الحق مع واحد منهم، ولكن كلهم ذو فضل من الله جل وعلا عليه بالعلم. فقل ما تراه أنه حق للناس، ولا تقل نحن لسنا كفلان وفلان أو كعلان وعلان، تشرق وتغرب في أعراض الناس الذين يرجون الله والدار الآخرة. لكن انصح كما نصحت النملة، قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. ولا يحسن بطالب العلم أن يسيء الظن في أهل العلم، وقد مر معنا مرارا قول الشاطبي رحمه الله: وواجب عند اختلاف الفهم إحسان الظن بأهل العلم.